هنفهم الصيام المتقطع مشاكله ايه وعيوبه ايه ومميزاته ايه. طب هو ينفع لمين؟ طب هو ما ينفعش لمين؟ طب وانا ممكن اعمله؟ طب انا اعمله ازاي؟ طب هو احنا ممكن يا دكتور نخلي الصيام المتقطع حاجه اعتياديه واكون انجوي وانا بعمله، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه قوانين اكل وما اكلش والكلام ده، بحيث ان انا ما احسش بحرمان؟ كل حلم بدايته فكرة محتاجة خطة، وكل خطة محتاجة بداية، ومع كل بداية بتبدأ حكاية إصرار وإرادة، حكاية حلم بيبدأ لحد ما يبقى حقيقة. يا اهلا وسهلا. سلسله جديده هنتكلم فيها عن الصيام المتقطع. ليه بقى؟ اول سؤال بقيت بتساله خاصه الفتره الاخيره، واضح ان بقى في ناس كتيره قوي بتدخل في الكوميونتي بتاعتنا عيله بدايه جديده ومش عارفين المدرسه بتاعتنا. فاول سؤال: يا دكتور انت هتمشينا بقى صيام متقطع ولا لو كارب دايت ولا هنعمل كيتو ولا هناخد 5 وجبات زي ما في ناس بتقول لازم ناخد 5 وجبات ونقارن الكميات؟ هو انت هتعملي ايه؟ فبفهم على طول ان هم مش فاهمين احنا بنعمل ايه. وبعدين يقولوا لي بصي احنا بنشوف دايتات ليكي بتنزليها الناس ما بيبقاش محرومين من حاجه وبيقولوا بياكل كل حاجه وبيخسوا، وكمان في ناس بتدخل ما عندهاش سكر والحمد لله بيخفوا من السكر. هو انت بقى تمشينا على ايه؟ فجاتني الفكره طب ما انا اعمل سلسله نتكلم فيها عن الصيام المتقطع، لان هو بقى كومن قوي بتساله كتير وبشوف اسئله كتير، وفي نفس الوقت من وجهه نظر مختلفه. يعني ايه؟ يعني كل اللي بيكلمك على الصيام متقطع بيكلمك على ايه؟ على اكل وشرب، تاكل ايه ما تاكلش ايه، وتاكل كام وجبه، ووقف اكل، ما ينفعش تاكل كل يوم، واحنا مش مخلوقين عشان ناكل كل يوم. طب هو كده بيخاطب ايه؟ هو بيخاطب جسمك، صح؟ بس طب هو انت عباره عن جسم بس؟ الاجابه لا، صح؟ مش انت جاوبت حالا لا؟ ليه؟ في عقل وفي روح في جسد. انا كنت زي اللي موجودين على السوشيال ميديا عادي، يعني لو رجعت للصيام المتقطع انا كنت بتكلم عليه، كنت برضو بتكلم بس على اكل وشرب، وكنت بخاطب الجسد فقط لا غير. بس انا النهارده لا، انا النهارده الحمد لله سيرتيفايد هيلث كوتش، والهيلث كوتشنج بنتعلم فيه حاجات كتيره جدا جنب النيوتريشن. فاصبحت ان انا مش بكلم بس البني ادم اللي قدامي من الجسم واقول له تاكل ايه وتشرب ايه، لا، بتعامل معاه كحاجات كتيره جدا. وهو ده اللي احنا هنتناوله خلال السلسله دي بشكل مختلف، بحيث تبقى انت قاعد في البيت انت تبقى انت فاهم جسمك، مش اللي هو حد يجي يقول لك بص انت تاكل 5 وجبات، بص لا لازم تمشي صيام متقطع، بص مش عارف ايه، وتبقى محتار صح ومش عارف تعمل ايه. وكلكم يا جماعه انتوا واخدنا معاكم كل واحد يقول لك سلسله. عايزه اريحك خالص، انت نفسك عندك سنسور طبيعي هو ربنا سبحانه وتعالى خلقك بيه، بس احنا اللي بوظنا الميكانيزم، احنا اللي بوظنا التعامل مع جسمنا، احنا اللي شوهنا علاقتنا بالاكل. ازاي؟ تفتكر لما كنا اطفال كنا بنعمل ايه؟ بلاش نسيت، طب حد في طفل حواليكم او حد بيربي اطفال او حاجه، لو طفلك مش جعان وغصبتي عليه ان هو ياكل، ايه اللي هيحصل؟ هيطف الاكل، او يقوم مضيلك وشه، او يقوم مرجع مش هياكل. هو مش جعان، هتقعدي تغصبي عليه مره واثنين وثلاثه مش هياكل، ما تحاوليش. طب هو جعان وعايز ياكل بيعمل ايه؟ بيقعد يصرخ ويا ناس يا جدعان، ومش هيسكت غير لما بتاكليه. مش ده بيحصل؟ في سنسور طبيعي احنا مخلوقين بيه يا جماعه، بس هو باظ. طب يا دكتور ما في ناس بيبقى عندها حالات مرضيه هنتكلم عليها. طب هو في ناس اصلا يا دكتور بتجوع كتير، طب هي بتجوع كتير ليه؟ هتفهموا معايا هي بتجوع كتير ليه؟ طب هي ايه مشكله الهرمونات عندهم؟ هل هم عندهم جرينين كتير؟ هقول لكم لا، مش جرينين كتير. هنفهم حاجات كتيره قوي. هنفهم الصيام المتقطع مشاكله ايه وعيوبه ايه ومميزاته ايه. طب هو ينفع لمين؟ طب هو ما ينفعش لمين؟ طب وانا ممكن اعمله؟ طب انا اعمله ازاي؟ طب هو انا امتى اخلي الصيام متقطع ده يا دكتور حاجه كده عاديه؟ ما اخليش العقل لازم تعمل صيام متقطع ويبقى مركز قوي انا النهارده هصوم 16 ساعه، وعقلك ما بيحبش ده. دي طاقه، يعني العقل لما بنبقى مشغلين بالعقل الواعي دي بتبقى طاقه كبيره جدا. هو مش عايز كل يوم بقى يفكر انا هعمل ايه ومش هعمل ايه، هو عايز يشتغل كده على الاوتو بايلوت، يعني يشتغل اوتوماتيك. باي ديفولت هو بيصحى يشرب فنجان القهوه، باي ديفولت هو بينام مش عارف الساعه كذا، بيقعد على التلفزيون مش عارف. هو بيحب يعمل حاجه الاعتياديه اللي انت معتاد عليها. ليه؟ لان هي ما بتستهلكش طاقه كبيره. طب هو احنا ممكن يا دكتور نخلي الصيام المتقطع حاجه اعتياديه واكون انجوي وانا بعمله،
وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه قوانين اكل وما اكلش والكلام ده، بحيث ان انا ما احسش بحرمان. لان انا احيانا لما بعمل صيام متقطع ببص الاقي نفسي انا تعبان، ما عنديش طاقه. وفي ناس تقول لك لا لازم توقف اكل الساعه كذا، وفي ناس تقول لك لا ما ينفعش تاكل وجبه الفطار. وانا كمان ناس تانية تقول لك ده انا بعمل صيام متقطع حصل لي ثبات وزن، ما عدتش بنزل في الوزن. طب انا هعمل ايه؟ طب انا مبطل اكل وما باكلش وعامل صيام متقطع وبرده ما بنزلش في الوزن، طب هو انا المفروض اعمل ايه؟ فاسئله كتيره قوي يا جماعه. فاحنا قلنا ان احنا هنعمل السلسله دي بقى عشان نوضح فيها كل حاجه عن الصيام المتقطع، وناخدها واحده واحده مع بعض. اول حاجه بقى عايزاك تفهمها معايا في السلسله دي، مفيش جسمين شبه بعض. مفيش جسمين شبه بعض. ازاي يا دكتور؟ هي مش كميتنا واحده؟ يعني انت الكيمياء بتاعتك غير الكيمياء بتاعتنا؟ اقول لك كميتنا واحده، ولكن يعني ايه؟ يعني اي حد برضو هتبدا، بص انا عايزاك ما تقعدش بقى ايه تفكر كتير قوي وتبدا تقارن. لو انت انترست بالصيام المتقطع، خد مني الكلام وابدا تطبق اللي انا هقوله وشوف الريسبونس على جسمك. لاني انا هنا بخاطبك، مش بخاطبك ان انت حد لما اقول لك الكلام ده فالمفروض لما انت تطبقه يبدا يجيب معاك نتيجه. لا، انا بخاطبك ان انت تفهم جسمك. فاهمني اقصد ايه؟ فالموضوع هتلاقيه مختلف. يعني انا جايه بقول لك على بابك اهو يا سيدي الناس، انا جايه اقول لك افهم جسمك وانت قاعد في بيتك. معادله صعبه جدا ان كل بني ادم يعرف يسمع جسمه ويفهم جسمه ويفهم مشاعره ويمشي وراها. لان مجرد ما هتفهم جسمك وهتفهم مشاعرك وتعرف انت محتاج ايه والاحتياجات بتاعتك وتبدا تغطيها، انت كده خلاص يا فندم ماشي في طريق الصح. انت هتعوز ايه تاني؟ وببلاش يعني وانت قاعد في البيت. يعني فاهم اقصد ايه؟ فبلاش تخش في قصص كبيره اللي هو بص ايه تبدا انت جواك دلوقتي جدال. ها وبعدين طب يعني ايه ده؟ ما هي المفروض كميتنا واحده، ازاي بقى ما فيش جسمين زي بعض؟ خد مني الكلام للاخر عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم فين. كميتنا واحده تمام، ولكن ظروفك غير ظروفي، تربيتك غير تربيتي، البيئه المحيطه بيك غيري، ظروف شغلك غير ظروف شغلي، روتينك اليومي غير روتين اليومي. ممكن تكون بتحب شغلك، انا ممكن بكون بكره شغلي. فانا قاعده في حته كده اسمها كومفورت زون، انا مش ساتيسفاي اصلا باللي انا بعمله، وبصحى كل يوم ببقى كل يوم داخل في دايره. تمام، زي ما في احدى جلسات كوتشنج بسال سؤال قول لي حياتك عباره عن اي كلمه، يقول لي غساله. هو مش ساتيسفاي بحياته، هو مع رنه المنبه الصبح هو مش عايز يصحى، هو كاره الروتين بتاعه. فهو اصلا في طريق المرض وهو مش واخد باله. لان هو طريق المرض الواحد لما بيمشي فيه هو مش بينام بيصحى يلاقي نفسه مريض. لا، الطريق ده فيه مراحل معينه جدا كتيره هنفهمها مع بعض، اللي هو في الاخر خالص تبص ان انت عندك مرض. فهي دي بدايتها اصلا. فاحنا ظروفنا غير بعض، صح كده؟ روتينك غير روتين. فما تجيش تقول لي ان احنا الاثنين هنبقى زي بعض، ان انا لما اجي اعمل صيام متقطع انا جسمي هيستجيب وهيبقى مبسوط، وانت لما تيجي تعمل صيام متقطع برضو جسمك هيستجيب وهيبقى مبسوط. لا طبعا. طيب يبقى اول حاجه نتعلمها مع بعض ان مفيش جسمين شبه بعض. ومعنيش بالكلمه ان كميتنا مختلفه، لا كميتنا واحده، ولكن في عوامل كتيره جدا بتاثر على الريزلت او النتائج لما الشخص بيقوم بالدايت. ابسطها خالص اقول لك ايه؟ اعتقاداتك انت ممكن يكون عندك قناعات او اكسبيرينس معينه مع الدايت ان الدايت ده مرار، الدايت ده حرمان. فبالتالي لما تيجي تعمل صيام متقطع انت مش هتبذل فيه مجهود، لان انت عندك قناعه جواك ان الدايت دي حاجه مرار، وما عنديش اكسبيرينس او قناعه من الناس اللي حواليك. كل الناس اللي حواليك اللي بيعملوا دايت بتلاقيهم ان هم بيحرموا نفسهم، بيخشوا في سايكل مفروغه. فانت عندك قناعه وحشه. انا بالنسبه لي لا، انا عندي اكسبيرينس حلوه بالدايت. ما عملت مثلا دايت مع دكتوره رحاب فما حسستنيش بحرمان، وكنت بنزل في الوزن وما دخلتش في بلاتو والدنيا كانت لطيفه معايا. فاصبح عندي قناعه ان الدايت دي حاجه لطيفه، فهبذل كل المجهود وهيبقى عندي حافز ان انا انجح في الصيام المتقطع. فهمت انا بكلمك في ايه؟ بكلمك ان انت مش عباره عن جسم بس. وخد بقى القناعه دي عندك، انت مش عباره عن جسم بس، مش حصاله اكل داخل واكل خارج. فحسن علاقتك بالاكل عشان تفهم جسمك. يبقى دي اول حاجه، ان حضرتك ما فيش جسمين شبه بعض. يعني ما ينفعش تقارن نفسك بمراتك مثلا في البيت، او انت تقارني بزوجك، او تقارني بجارتك، او تقارني بصاحبتك. ده هي نزلت 10 كيلو وانا نزلت 5 كيلو، لا ده انا نزلت كيلو وهي نزلت 2 كيلو.
المقارنه في حد ذاتها مش صح. طيب رقم 2، الصيام المتقطع. هل انا ممكن يا دكتور اعمل صيام متقطع في اي وقت؟ لا. لو انت شخص اصلا ما بتعملش صيام متقطع وفجاه الصبح صحيت عملت صيام متقطع، مش صح خالص. ليه؟ انت عاداتك عامله ايه؟ ركز قوي بقى معايا في الحته دي. انت عاداتك عامله ايه؟ لان اساس العادات بتاعتك على اساس جسمك بيبدا يساعدك وبيبدا يوصلك للهدف. فاهم حاجه في القصه كلها هي الاستمراريه. يعني انا ممكن كريحاب بعمل صيام متقطع من غير ما احس، ما بوجهش عقلي كل يوم بص انت هتصوم 16 ساعه وهتاكل في 18، ما بعملش ده. انا بقى المعتاد عندي ممكن الاقي نفسي بعمل صيام متقطع وانا مش قاصده وانا مش مركزه، لان هو دخل في الملف في الفايل بتاع العادات. فلما اي حاجه بتخش في حياتنا في الفايل ده فبنعملها اوتوماتيك. وهو ده اللي احنا نتعلمه مع بعض، ان انت لو انت عايز تدخل صيام متقطع وعارف ان هو ليه مميزات كتيره، ما ينفعش تدخله على طول الا بشروط. ايه هي الشروط بقى يا ست الكل؟ على حسب اكلك وعلى حسب هرموناتك وعلى حسب احساس الجوع بتاعك. يعني ايه؟ يعني ابدأي الاول ايفالويت يور سيلف، ابدأي اعملي اوبزرفيشن على جسمك، ابدأي رجعي جسمك ان السنسور الطبيعي يشتغل. لما السنسور الطبيعي يشتغل هتبدأي ان انت تخشي في الصيام المتقطع وانت مرتاحه مش وانت تعبانه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هبدأ ان انا اقيم نفسي، هجيب ورقه وقلم كده، والله انا صحيت الساعه 10 الصبح، اكلت ايه؟ اكلت كذا وكذا وكذا، حلو قوي. طب جوعت تاني امتى؟ والله انا جوعت الساعه مثلا 1 فاكلت كذا. طب جوعت الساعه كام تاني؟ والله انا جوعت الساعه 5 واكلت كذا. لا والله ده انا جوعت الساعه 8 بالليل بس انا كنت عايزه اكل حاجه مسكره بقى عندي كرافنج فانا اكلت كذا. ابداي قيمي نفسك، شوفي انت اصلا بتجوعي قد ايه، شوفي انت اصلا عاداتك الغذائيه اثناء اليوم عامله ايه، شوفي اصلا انت دوت جوع حقيقي ولا جوع مش حقيقي. لان ممكن يكون الاشارات بتجيلك ما بيكونش جوع حقيقي، نتيجه مثلا مشاعر معينه جاتلك انت ما عرفتيش تتعاملي معاها، فرحتي ترجمتي ده للاكل. عايزه تهربي من المشاعر دي فرحتي تاكلي، ما حاولتيش تقعدي مع المشاعر دي اصلا وتفهميها. ده اللي احنا بنعمله في جلسات الكوتشنج لما بنلاقي ناس عندها مشاعر وافكار. معلش يعني هو الاستريس ده اصلا اصله ايه؟ لما بيبقى حد عنده ضغط عصبي، ما هي اصلا اصلها افكار عند البني ادم ده. الافكار دي طلعت مشاعر، هو لو عارف يتعامل مع المشاعر دي مش هيفضل جوه الاستريس ده، هيخرجها. فهو بيبقى محتاج كوتش يقعد يسمعه، يقعد يخليه هو يطلع المشاعر دي ويطلع اللي جواه بحيث يقدر يحط نفسه. هو انا متضايق ليه؟ هي العصبيه اللي انا فيها دي سببها ايه؟ طب هو انا محتاج ايه؟ هو انت بيبقى عندك احتياج، خلي بالك. حد زعلك، حد مثلا جيت كلمت في التليفون فما ردش عليك، لا ده اكيد ده انا اكيد عملت حاجه بس مش هنقعد بقى تفكر ونهرف نفسنا وننكت ومش عارف طب هو ايه اللي حصل لحد ما الحد ده يكلم، لا والله ده انا كنت مشغول ما كنتش فاضي. بس انت قعدت بتحرق في بنزين طول اليوم، حصل مشكله في الشغل وانت عملت. لو انت اول باول عرفت ازاي تتعامل مع مشاعرك ده، وده بيحصل طبعا من خلال تولز كتيره جدا بنبدا ان احنا نفهم يعني ايه مشاعر، ساعتها انت بتبقى فاهم انت بتعمل ايه. وصلت؟ فاللي انا يهمني ان انت لما تيجي تطبقي صيام متقطع قبل ما تطبقيه ما تدخليش على طول بصدرك في الصيام المتقطع، خديه واحده واحده. ابدأي الاول افهمي جسمك، هو اصلا انا دلوقتي باكل كام وجبه وباكل قد ايه ومشاعري عامله ايه خلال اليوم، عشان بعد كده تبدأي تحطي نفسك على الطريق الصح. ازاي؟ هقول لك ازاي، بس قبل ما اقول لك تحطي ازاي نفسك على الطريق الصح، هو اصلا الصيام المتقطع ليه مميزات. يعني هو ليه مميزات، يعني هو مهم ان احنا نعمل صيام متقطع. ده بقى هجاوبه معاكم الحلقه الجايه بحيث نفهم مميزات الصيام المتقطع وعيوب الصيام المتقطع وهو ينفع لمين وما ينفعش لمين. كل حلم بدايته فكرة محتاجة خطة، وكل خطة محتاجة بداية، ومع كل بداية بتبدأ حكاية إصرار وإرادة، حكاية حلم بيبدأ لحد ما يبقى حقيقة.